اهلا بيكم في قناة ملوك. النهاردة الفيديو التاني هنتكلم فيه عن موضوع حلو جدا، هو موضوع ازاي احسن لغتي الانجليزية. طبعا كلنا محتاجين اللغة الانجليزية، وهي اللغة الاولى في العالم، واللغة دي ممكن اطورها بحاجات كتير قوي. اول حاجة ان انا اعرف انا عايزة استعملها في ايه. هل هستعملها في مجالات متخصصة، محاماة، حسابات، زراعة، تدريس؟ انا محتاجها في ايه الترمينولوجي والكلمات اللي انا محتاجه اركز فيها. هل انا عايزه اطور القاعده الجرامر بتاعتي، قواعد، يعني هدي تركيزي في تعليم اللغه الانجليزيه على القواعد وترتيبها وتفعيلها واستخدامها والحل فيها واستعمالها اوتوماتيكي، او انا عندي الحاجات دي كلها ومحتاج بس اتكلم، محتاج اعمل براكتس، محتاج ان انا اتفاعل بيها، ولا انا محتاج لسه اسمع كتير علشان بنطق غلط وبحسن النطق بتاعي. تحديد هدف التعليم من اهم واقصر الطرق في التعليم. وانا عايزه اقول حاجه، نصيحه شخصيه ليكم: النطق لازم يكون صحيح، مش زي اهل البلد بالظبط. يعني مش هتفرق معايا ان انا انطق زي الامريكاني ما بينطق، البرونسيشن فظيع، لا، المهم ان انا اقول لكنة مفهومة، جرامر مظبوط، كلمات في مكانها، الناس اقدر اتفاعل بيها واستخدمها. اهم حاجة في تدريس اللغة الانجليزية ان انا محسش ان انا مش عارف ومش هعرف وصعب جدا لا، دي من اسهل اللغات العالمية في العالم كله، معروف الانجليش اسهل حاجة، فانا هشيل فكرة انها صعبة وانها كذا، بالعكس. تالت حاجة، اتعلم افكر بالانجليش، ودي بتيجي من الممارسة كتير وسمع كتير، وانت بالكلمة بتطلع بتترجم في دماغك في ثانية عشان تطلع للجست او تطلع للصديق او تطلع في الشات مظبوطة. اركز كويس قوي 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 على قد ما اقدر، على قد سني، على قد ذاكرتي، على قد كل حاجة، ما غلطش كتير في الكتابة في الشات او في الايميلز او في المراسلات، واركز جدا جدا في مراجعتها على الاقل، حتى لو انا مش متأكد جدا من السبيلنج، علشان ما اديش انطباع ان الانجليزي بتاعي وحش، اتليست اراجعه كويس كمان. اشكركم جدا على المتابعة النهاردة، واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الكام نقطة اللي قلناهم دول. ما تنسوش تشتركوا في القناة.